بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد. لماذا يلجأ الوهابية للكذب على المخالف وتكذيبه مما هو شائع مستفيض عند كل الناس؟ أن الكذب عند الوهابية أمر طبيعي جدا، وذلك لعدة أمور. أولها أن الوهابية ينتصرون لمذهبهم بالكذب على المخالف، والأدهى أنهم يكذبون الكذبة العريضة ولا يبالون سواء افتضحت أم لا. مثلا قالوا عن أهل السنة أنهم يقولون أن أهل السنة يقولون أن الله في كل مكان، فرد عليهم أهل السنة: أين وجدتم هذا الكلام؟ ومثلا قالوا عن أهل السنة أنهم ينفون علو الله عز وجل، وأشاعوا عن أهل السنة أنهم ينفون استواء الله على عرشه. وأشاعوا عن الصوفية أنهم يقولون أن الولي أفضل من النبي. وأشاعوا عنهم أنهم يقولون أن التكاليف تسقط عن الولي. يتفننون في الكذب على طلبتهم ليشوهوا لهم صورة خصومهم من أهل السنة. فالوهابية لا يؤتمنون في أخبارهم حتى عن غير المسلمين، فلا يجوز الأخذ عليهم أبدا. والأمر الذي يدفعهم كذلك إلى الكذب هو قلة الحجة، بل انعدام الحجة. لما خرست حجتهم ألفوا الكذب. وكثير من الوهابية التائبين الذين رجعوا إلى أهل السنة يخبرون بهذا الأمر. وأكثر أتباع الوهابية اليوم ضحية الكذب. وأما عن تكذيب المخالف فهذا أمر غير مفهوم. فمثلا تجد الرجل السني يحيلهم إلى رقم الصفحة ورقم المجلد واسم الكتاب، ومع ذلك يقولون له تكذب. والعجيب أنه في كثير من الأحيان يتهمون المخالف بالكذب في قضية لا تحتمل الصدق أو الكذب، فالمسألة لا علاقة لها بصدق الخبر ولا بنفيه، ومع ذلك يقولون له تكذب. لما احترفوا الكذب ظنوا أن جميع الناس مثلهم. وعليه فكل خبر أو مسألة أو قول أو تكلم في جماعة يدلي بها الوهابية فيجب الرجوع والتحقق إلى أصلها وحيثما وجدت. فالقوم يمتهنون الكذب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.